بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم نقابة اتحاد سائقين مصر المهنيين بخالص التعازي ومواساة أسر ضحايا حادث الإقليمي أمس. مفيش شك إن كل جمهورية مصر العربية حزنت كل الحزن على الضحايا اللي راحت في الحادث امبارح. مفيش حد في مصر ما زعلش وحزن عليهم. الحادث كان أليم وكلنا حسينا ان هم اولادنا وهم محسوبين عند الله شهداء وعرايس في الجنه ان شاء الله. خلينا نقول كلمه ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وما تدري نفس باي ارض تموت. فالموضوع شئت او لم تشاء قدر لا محال، عمر وانتهى لا محال. قدرهم يعني ان كان بسبب الحادث او اي موضوع ان كان او اي حاجه حصلت، ده عمر انتهى، عمر وعند اجل ربنا انتهى، قدر لا محال. انا مش مثلا جاي بتكلم عشان اواسي او اسند مع سواق اخطا او الكلام ده، لا، اللي اخطا يعاقب ويعاقب اشد العقاب في ارواح الضحايا اللي راحت، وسبب الحزن اللي سببه لجمهوريه مصر العربيه كلها. دول ولادنا، ان كلنا كشعب اسره واحده وعيله واحده. فاللي حصل ده طبعا حادث الكل حزن عليه والكل زعل منه، تمام. بس خلينا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. فالموضوع قدر لا محال، يعني كده كده عمر وانتهى، يعني ما فيش حد بياخد أكتر من عمره في الحياة نهائي. فالموضوع كده كده قدر واعمار، والاعمار بيد الله، تمام. اما ان كان في سواق اخطا فيعاقب. اما اللي حصل امبارح وشفته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم فظيع على السواقين بطريقه رهيبه، تمام. ان دايما ان السواق ده، يعني طبعا اقاويل كتير اتقالت على السوشيال ان سواق بيتعاطى مخدرات، اكيد متعاطي، ده السواق كان نايم. اما بقى الحقيقه ان الطريق الاقليمي واللي حصل فيه الحادث فيه زحمه في التحويله اللي بعد البوابه، مسافه تقريبا 5 كيلو. الزحمه دي سواقين تانية بتضطر تاخد الطريق المعاكس، وبالفعل السواق ما كانش نايم، السواق بتاع التريلا اخذ الطريق المعاكس او تقريبا، او انا مش عايز اقول تفاصيل الحادث لان انا ما شفتوش، بس في تحقيقات شغاله حاليا وجاريه على الموضوع، يعني ان في اكيد تحقيقات هتبين الملابسات الحادث كلها حصلت ازاي. بس خلينا نقول ان سواق التريلا اخذ الطريق المعاكس، طبعا هو كده اخطا ويعاقب طبقا للقانون، ويعاقب اشد العقاب فيما تسبب ليه من اذى للناس اللي اتضرت والضحايا الشهداء عند ربهم ان شاء الله. المعاقبه يا جماعه، ان كان الجماعه اللي بتهاجم السواقين بصفه عامه على السوشيال وجميع المواقع والاعلام، ما حاسبش جميع الافراد بذنب فرد واحد. فرد واحد اخطا يعاقب طبقا للقانون واشد العقاب كمان. احنا معاكم، احنا مؤيدين الكلام ده، ان اي سائق يتعدى حدوده يعاقب اشد عقاب قانوني، لانه سبب اذى كبير للناس كتير وسبب حزن لجمهوريه مصر العربيه كلها على اللي حصل للضحايا. بس ده في الاول وفي الاخر قدر. وبعدين انا ربنا سبحانه وتعالى لما بيحاسب المرء بيحاسبه بعمله، يعني البني ادم الفرد بيتحاسب بعمله بس. ما مثلا لو في رب اسره فاسد ما بيحاسبش الاسره كلها بذنب رب الاسره، لا، الفاسد بيتحاسب بعمله بس. فالناس اللي بتهاجم السواقين عامه، طبيعي ان التحاليل شغاله بالفعل، وكل من هو يشرب مخدرات بيتجاوز القانون يعاقب بالقانون. احنا مع القانون مش ضده. انا مش جاي مثلا بدافع عن سواق اخطا او الكلام ده كله، بس انا بقول للناس اللي نازله تعليقات ومنشورات على السوشيال ميديا بتقول ان السواقين سواقين التريلات والسواقين عموما بتشرب مخدرات، يا جماعه ما تجمعوش بصفه عامه. لان ان كان مثلا السواق ده اخطا وتسبب في وفاه 19 روح ملائكه عند ربهم ان شاء الله، وكانت جمهوريه مصر العربيه كلها امبارح حزينه على الحادث. في سائق من كام يوم انقذ مجمع سكني كامل، عم خالد شوقي رحمه الله، انقذ البنزينه، وكل الناس اتكلمت عن بطولته. زي ما في فاسد في نافع. فيا جماعه مش عايزين ناخد الموضوع اي حد يخطأ ناخد الموضوع بصفه عامه، لا، كل فرد بيتحاسب او كل مرء بيتحاسب بعمله او بفعله. فاللي بيخطئ يا جماعه احنا مع مش ضد، اللي بيخطئ يعاقب طبقا للقانون اشد العقاب كمان. برضو من ضمن الاعلاميين الاستاذ عمرو اديب، طبعا هو يعرف عننا في العلم اكتر مننا بكتير، بس اناقده في حاجه بس واحده، ان هو عمل بروباجندا كبيره. اعضاء مجلس الشعب لازم نطالب نشوف وزير النقل والمواصلات. كل جمهورية مصر العربية تعلم ان السيد كامل الوزير مش مجاملة ليه، ان هو راجل ماسك وزارتين في ظل التوتر الخارجي اللي حوالين البلد، قد يكون اتكلف باي مهمة تانية خارج الوزارتين كمان. الكلام ده للاعلامي عمرو اديب.
حضرتك شوف العامل الرئيسي للحادث واتكلم فيه. العامل الرئيسي للحادث يا فندم الشركة المكلفة بإصلاح التحويلة، ده عامل رئيسي. قد تكون أهملت، يعاقب، اللي أهمل يعاقب. مكتب المرور المسؤول عن الطريق الإقليمي عشان سير السيارات عكس الاتجاه، يعاقب. الناس الأساسية في الموضوع يا أستاذ عمرو هي اللي مسؤولة عن الموضوع تعاقب. اما ان كنت حضرتك بتقول بطالب النواب يعملوا استجواب للسيد وزير النقل والمواصلات، السيد وزير النقل والمواصلات مش مجامله ليه، ماسك وزارتين، وقد يكون بسبب التوتر الخارجي حوالين مصر قد كلف باي مهمه تانية خاصه بامن وامان البلد. فعشان نتكلم في صلب الموضوع والمتسببين الاساسيين للحادث، سير السائق عكس الاتجاه يعاقب. الشركة المسؤولة عن إصلاح التحويلة تعاقب. مكتب المرور المسؤول عن تأمين الطريق الإقليمي الأساسي يعاقب. لأن وقت الحادث كان فيه، ولغاية النهاردة الصبح كان فيه ناس نزلت على السوشيال ميديا عربيات ماشية في طريق معاكس. فين مكتب المرور مسؤول؟ فأنا يا أستاذ عمرو أديب أنا بقول لحضرتك المسؤول الأساسي عن الموضوع والحوادث الشركة المسؤولة عن إصلاح التحويلة، ومكتب المرور المسؤول عن تأمين الطريق. كل الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دمت لنا رئيسا وفخرا. مساندة من مواطن من أبناء جمهورية مصر العربية إلى سيادتكم، إن كانت أكبر دول العالم يكون عدد جيشها قوته 2 مليون و40 ألف جندي، فوراء سيادتكم 100 مليون جندي ينتظرون فقط إشارة من سيادتكم للانضمام لخير أجناد الأرض، جيش مصر العظيم الذي لا يقهر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كما ذكر الله تعالى في سورة يوسف الآية 99. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أوى إلى أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. إن كانت أكبر دول العالم يكون عدد جيشها قوته 2 مليون و40 ألف جندي، فوراء سيادتكم 100 مليون جندي ينتظرون فقط إشارة من سيادتكم للانضمام لخير أجناد الأرض، جيش مصر العظيم الذي لا يقهر أبدا. فمصر شاءوا أو لم يشاءوا ستظل في حماية الله مالك السماوات والأرض ومالك الكون كله. سيد الرئيس، جئت اليوم لأتحدث إليكم في أمرين متعلقين بسائقين أبنائك سائقين مصر المهنيين. الكل يعلم ما هو دور السائق المصري في هذا الوطن. ذكرت العديد من الأعمال السينمائية أعمالا كثيرة تشيد ببطولة السائق المصري، كما ذكرت المنصات ونشرت جميع المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كثيرة عن بطولة وشهامة السائق المصري. السائقين مصر المهنيين سيد الرئيس الذين تفنى أعمارهم في طرقات هذا الوطن لخدمته حكومة وشعبا. الكل والجميع يعلم ما هو دور السائق المصري. وإن سألنا عن الأكثر التزاما في دفع اللوائح القانونية طبقا للقانون المصري، سنجد الأكثر التزاما هو السائق بالدفع يوميا وشهريا وسنويا، إضافة إلى عند تجديده لرخصته المهنية يتم دفع اشتراكات تأمينية واشتراكات نقابية وصندوق زمالة. من فضلكم نقوا وما تفتكروش ان ده امر بسيط. ده صوتكم اللي انتوا بتدوه واللي احنا هنسمعه او من خلالهم هيطالبوا بحقوق وهيبقى عليهم التزامات. ففي الانتخابات اللي جايه من فضلكم، وفي كل انتخابات بصراحه، في كل انتخابات بصراحه ما تستهونوش بالموضوع دوت وبعدين تقولوا ان احنا يعني ظلمنا انفسنا. لا، اختاروا كويس في النقابات وفي الانتخابات اللي هتتعمل، اختاروا كويس، وحتى في الانتخابات بتاعت المحليات اللي هتتعمل برضو اختاروا كويس، اختاروا كويس قوي، لان ده مهم قوي. هنا سأطرح سؤالا وسأترك الإجابة للجميع. سيد الرئيس، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المطلب الأول، قد لا يكون الوقت مناسبا للتحدث، ولكني أرى أن هذا الوقت المناسب كي يتم توجيه السائقين نفسيا ومعنويا إلى الاتجاه الصحيح. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعدد نقابات سائقين مصر المهنيين باتت بخيبة الأمل والفشل واللا طموح واللا مبالاة إلى جميع السواقين. فقد قررنا نحن ونخبة من أشراف سائقين مصر المهنيين في إنشاء نقابة
واحدة على مستوى جمهورية مصر العربية تحمل اسم اتحاد سائقين مصر المهنيين، نقابة إلى جميع سائقين مصر يتم فيها توجيه وإعادة ونشاط سائقين مصر المهنيين، وقد تقدمنا بالفعل بجميع الأوراق الرسمية إلى الجهات المعنية. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهبنا نحن ونخبة من رجال مصر الشرفاء سائقين مصر المهنيين لنجمع ما تبقى من بذور الأمل وزرعنا في جميع محافظات مصر، فقط ننتظر المياه من سيادتكم كي تروى بذرة الأمل من جديد. فقد قررنا إنشاء نقابة حرة خالية من الفساد والمفسدين، وتقدمنا بالفعل بجميع الأوراق الرسمية كما ينصه القانون واللوائح المصرية. فقط ننتظر القرار من سيادتكم وجميع الجهات المعنية. هنا سأطرح سؤالا وسأترك الإجابة للجميع. سيد الرئيس، هل يستحق سائقين مصر المهنيين الذين تفنى أعمارهم في طرقات هذا الوطن لخدمته حكومة وشعبا يستحقون امتيازات باشتراكاتهم النقابية أم لا؟ سأترك الإجابة للجميع، وإن كان لا فيجب على الجهات المعنية أن تخبرنا أننا لا نستحق امتيازات باشتراكاتنا النقابية، وإن كان لا فيجب إخبارنا من الجهات المعنية أن سائقين مصر المهنيين لا تستحق امتيازات باشتراكاتهم النقابية، كي لا نتعشم أنه سيأتي يوما وتشرق فيه الشمس فوق سماء نقابة خالية من الفساد والمفسدين تعمل لصالح السائق المصري. المطلب الثاني سيد الرئيس، وهو مظلمة من أبنائك سائقين مصر المهنيين. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كنت صغيرا وجاء أحد الأشخاص الذي يكبرني عمرا وأخذ مني مالي وذهب، فكنت أذهب مهرولا إلى صاحب الأمر وهو والدي، وكنت أتلو عليه مظلمتي، فكان يذهب ويستعيد لي أموالي ممن ظلمني. سيد الرئيس، أقف أمام سيادتكم اليوم كابن من أبنائك وباسم أبنائك سائقين مصر المهنيين في جميع محافظات مصر. أتحدث نطالب سيادتكم باستعادة جميع أموالنا، أموال السائقين المهنيين الممثلة في اشتراكاتنا النقابية، جمعها في حساب واحد إن كانت نقدية أو سندات أو أصول، بتوجيه جهاز الرقابة الإدارية وجهاز الكسب الغير مشروع والشؤون والإدارة العامة للحسابات بالبحث والتقصي والتحقيق الدقيق في كل أموال سائقين مصر المهنيين والميزانيات المطروحة في النقابات السابقة والحالية، وأن يوفيا سيادتكم بتقريرا كاملا عن أموال أبنائك سائقين مصر المهنيين الممثلة في اشتراكاتهم النقابية وصندوق الزمالة. سيد الرئيس، تلك الأموال التي جمعناها بدماء تبعثرت في طرقات هذا الوطن لخدمته حكومة وشعبا، تتوجه نقابة اتحاد سائقين مصر المهنيين بخالص الحب ووافر الاحترام والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تتوجه بخالص الحب والاحترام والتقدير إلى دولة مجلس رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، كما تتوجه النقابة بالشكر والاحترام والتقدير للسيد وزير القوى العاملة الوزير محمد جبران، كما تتوجه النقابة للبطل الوزير الفريق كامل الوزير. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دمت لنا رئيسا وفخرا، وحفظ الله مصر رئيسا وحكومة وشعبا. وشكرا سيادة الرئيس.